هنا من اعلى كوبري من اهم الكباري والمعالم اللي بتميز مدينه المنصوره الجميله عاصمه الدقهليه، كوبري طلخه. طبعا كلنا عارفينه. طلعت النهارده اصور لكم من فوق كوبري طلخه، وافرجكم على تصميمه الجميل وتصميمه الاثري المميز. وكمان عايز احكي لكم شويه عن تاريخه. وكوبري طلخة يا جماعة بيعتبر من أهم المنشآت التاريخية والفاصل بين مدينة المنصورة ومدينة طلخة. ده اتبنى سنة 1950، يعني من حوالي 74 سنة، واللي نفذته شركة إنجليزية وعملته في أقل من 3 سنين بس. وبيعتبر من أهم مميزات مدينة المنصورة، وبيمشي عليه يوميا ملايين من العربيات والمرة والناس، لأنه بيعتبر الفيصل الوحيد بين مدينة المنصورة ومدينة طلخة. لكن للأسف يا جماعة الكوبري بقى مهمل جدا بعد ما مر عليه أكتر من 74 سنة. وعلى الرغم من مطالبة أبناء المنصورة والدقهلية بعمل صيانة للكوبري، لكن مجلس المدينة بيعمل صيانة خارجية بس، ومش بيهتم بالأساس ولا التفاصيل. ده غير انه تغير لونه قبل كده بشكل شوه الكوبري تماما، لكن بعد مطالبات الأهالي قرر المحافظ يرجعه للونه الأصلي اللي هو عليه حاليا. وفي فترة ما كان عمال مجلس المدينة بيدهنوا الكوبري وعاملين حملة نظافة واسعة، اكتشفوا يافط بتعتبر من النوعيات النادرة، وهي عبارة عن اسم المهندس والشركة اللي صممت الكوبري. واليافط دي مدون عليها اسم يونيون، وبتبين اسم مصمم الكوبري والشركة المصممة اللي اكتشفوا انها شركة انجليزية. واعلن مجلس المدينة عنها ونظفوها ودهنوها من جديد. وكمان ظهر لهم يافطة تانية بتبين ان الكوبري تم بناؤه باسم مدينة المنصورة طلخة، وان تم انشاؤه في الفترة من 1950 لسنة 1953 ميلادية. وبكده بتكون جولتنا السريعة ومعلوماتنا الخفيفة خلصت فوق كوبري طلخة بمدينة المنصورة عروسة النيل. يا رب تكون جولتنا عجبتكم. اشوفكم على خير في مكان جديد وحكاية مكان.